السلام عليكم وإياكم في فيديو جديد مؤثر وصادم في آن واحد. شاب تحدث الجزائر وفرقة الشباب اللي قلبت مواقع التواصل الاجتماعي. واحد، المقدمة. قصة شباب المغامرة في يوم 4 من سبتمبر 2025 صارت واقعة غريبة ومثيرة للجدل. 7 مراهقين جزائريين تحت سن 15 سنة، نعم أقل من 15 سنة، قاموا بالاستئجار ثم سرقة قارب صغير نوع أوبن 550 من جيزا نيفل من ساحل الجزائر العاصمة في منطقة اللابروش. قصدوا العبور نحو جزر البليار الإسبانية إبيزا أو فورمنتيرا. المشهد ظهر كأنه لقطة من فيلم أكشن، ضحك، رقص، أغاني وتصفيق، وكلهم يقولوا ما نرجعش. دوافع الرحلة: الهروب من الواقع القاسي. لماذا قرروا يخاطروا بحياتهم بهذا الشكل؟ البطالة وغياب الفرص، الأزمة الاجتماعية والاقتصادية تسيطر على المشهد. حتى الشبان صغران ملقوش مناصب ولا أفق. اليأس من المستقبل، حسوا إنهم في طريق مسدود. خرجني ولا أعادني، الدراهم ما تكفيش، والبيروقراطية والفساد الجزيرة عطلتهم الحق في الحياة. الظاهرة المعروفة: الحراقة، شباب يحرقوا الحدود بحلم أوروبا رغم المخاطر. ثالثاً، الرحلة، مغامرة ولا تهور. كما ظهر في الفيديوهات المنتشرة كانوا فرحانين كأنها رحلة استجمام، لكن ما شفناش الساعات الصعبة، البحر القاسي، خوف الأمواج، انتظار المجهول. لم يعلم إن وصلت السلطات الإسبانية أو الجزائرية وألقت القبض عليهم أو ساعدتهم. المعلومات لا تزال ناقصة حتى الآن. الرابع، السياق الأوسع، أرقام مريعة ومشاهد مأساوية. في 2024 أكثر من 400 مهاجر جزائري اختفوا أو ماتوا في البحر خلال محاولتهم الوصول لإسبانيا. حسب إحصائيات منظمة إجمالي عدد الضحايا على خط الجزائر، إسبانيا بلغ 517 في 2024، منها 423 جزائرياً، مع اختفاء 446 شخصاً في طريق البوران فقط. 5، المخاطر والتداعيات. البحر ليس مباراة، انخفاض درجات الحرارة، حوادث المحرك، الغرق والضياع. التهريب البحري صار سوقاً مربحاً لغزارة الهجرة، عربات، محركات، GPS، مقابل مبالغ كبيرة. هذه الواقعة تلفت الانتباه لمشكلة هيكلية: عصابات تستغل اليأس، والجيل الصاعد لا يرى من مستقبله سوى الهروب. 6، هل كان قرارهم جيداً؟ هنا راح نسألكم، هل يمكن نعتبر تصرفهم مغامر شجاع أو تهور غير مسؤول من أطفال لم يدركوا خطرهم؟ وجهة نظر: السبب المحتمل مغامرة جريئة رفضوا الواقع المرير. حلم أوروبا يلامس ببساطة إنسانيتهم. تهور مميت أطفال ما يفهموا المخاطر، والدولة لازم تكون أولى بالحماية. الخاتمة والدعوة للتفكير: القصة هذه قصيرة لكنها عميقة، تكشف الطبيعة المركبة للهجرة غير الشرعية: الألم، الرغبة، الحلم، والانزلاق إلى المجهول تحت اسم الحرية. خلوا آراءكم في التعليقات، وش رأيكم كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، ولا نخسر أحبابنا كاملين في مرمى الهروب من الجحيم اليومي؟ إذا كان الفيديو أعجبكم ما تنسوش تديروا لايك، كومنتير وسبسكرايب باش نغوصوا أكثر في قضايا في القلب تعلقنا بيها. نشوفكم قريبا في قصة جديدة، وسلام عليكم.